السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفينو المحشي بكل سهولة جدا. طبعا احنا عارفين كل سنة وحضراتكم طيبين، موسم المدارس دخل بقى والمذاكرة واللخبطة اللي احنا بنبقى فيها. ان شاء الله ده هيسهل علينا كتير جدا. بس طبعا قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ويلا نشوف مع بعض المقادير وكمان طريقة التحضير. معايا كيلو دقيق بيكون طبعا لجميع الأغراض، وكيس خميرة، وكمان معايا بياض بيضة، ومعايا ربع كوباية زيت نقدر نستبدلها بربع كوباية زبدة سايحة، وكمان معايا 4 معالق من السكر ومعلقة خل كبيرة. احنا طبعا هنحط دلوقتي كل المكونات دي مع بعض، ومعايا مية دافية طبعا للعجن، ومنساش شوية ربع معلقة ملح. نعجن فيهم لغاية لما نشوف العجينة بتلزق في ايدينا كده، ونقعد بقى نعجن فيها لغاية لما تدينا عجينة ملساء ناعمة جدا زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام كده. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. طبعا الطبق قدامنا نضيف خالص غير الاول، من كتر ما احنا عجلنا فيها مده لا تقل 10 دقايق. هدهن وشها زيت وهسيبها طبعا تخمر، ولما تخمر انا بقى هوريكم احنا هنعمل فيها ايه. طبعا نغطيها كويس ونسيبها في مكان تخمر كده. بعد ما خمرت انا طبعا هديها البوكس المتين بتاعنا، وبعد ما اديها البوكس المتين بتاعنا هكورها لكل كوره. لا يعني بصي، اكبر من حجم الليمونه شويه، الليمونه كبيره شويه يعني. عايزه طبعا تكبري او تصغري في الحجم ده، دي حاجه ترجع لك انتي. بس طبعا انا دلوقتي قطعت كل العجينه بتاعتي. انا هشتغل من اول كوره انا عملتها، مش من اخر واحده انا حطيتها، من اول كوره. تمام كده. وهغطي بقى طبعا العجينه بتاعتي بكيس او بستريتش او بفوطه نظيفه علشان خاطر وش العجينه ما يشققش معايا. طبعا انا هفردها زي ما انا هوريكم دلوقتي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، العجينه بتتفرد بكل سهوله، مش محتاجه ولا نشابه ولا اي حاجه خالص. طبعا الحشوه دي بقى زي ما انت عايزه تحشيها بقى حادق، تحشيها حلو، اللي انت عايزاه ده اختياري. طبعا انا حشيت جبنه بيضه ونوتيلا، وكمان عملت جبنه بالزعتر. عندك بقى اي حشوه، عايزه بسطرمه، جبنه بالبسطرمه، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اللي انت حباه. تمام كده. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. طبعا انا بقى هحشي ايه؟ هحشي جبنه بيضه دلوقتي، وهقفل. اهم حاجه بقى في التقفيل، التقفيل يكون كويس جدا عشان خاطر ما يفتحش معانا لما يخمر، وفي نفس الوقت لما يستوي في الفرن. طبعا انا قفلت كويس جدا، وبعد ما قفلت كويس انا هحطها في صاج مدهون بشويه زيت بسيط جدا. تمام كده. وانا هخلص طبعا بقى الكميه بتاعتي كلها وهوريكم. طبعا هوريكم دلوقتي حشوه النوتيلا اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتتفرد بكل سهوله. ان شاء الله بامر الله هعمل لكم كذا حشوه للنوتيلا. احنا عملنا النوتيلا الصحيه، هنعمل كمان نوتيلا تانية بكذا طريقه. انا طبعا هخلص الكميه بتاعتي كلها زي ما انا موريكم كده مغطياها، وهسيبها تخمر. بعد ما تخمر بقى خالص هنعمل ايه؟ طبعا انت لازم تعلمي رغيفه الفينو اللي احنا عملناها عشان خاطر تعرفي النوتيلا من الجبنه او الكلام ده، فاهمين؟ انا طبعا علمتها كل زي التعليمه اللي انت عايزاها. دي صفار البيضه انا حطيت عليه معلقه لبن ومعلقه خل، دوبتهم كويس، وهدهن وش الفطاير بتاعنا او الفينو بتاعنا. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 200، وهدخله طبعا لما ادهن الوش كله. وطبعا زي ما احنا شفنا شكله في الاول، ما شاء الله لا قوه الا بالله. مع السلامه في يوميات دودو جديد.